بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انا يعني متحمسه جدا للحلقه دي عشان انا حاسه ان كل الحلقات اللي فاتت كانت يعني اللي هو بتمهد للحلقه دي. يعني دي اكتر حلقه حاسه ان احنا محتاجين يعني نتكلم عليها شويه، علشان هي الاساس بتاعت مشاكلنا كلها اللي احنا محتاجين نسمع الحلقات اللي فاتت عشانها اصلا. فطبعا اول خطوه عشان نحل اي مشكله ان احنا نعرف المشكله ايه اصلا. فحاسه الحلقه دي هي بقى المشكله بتاعتنا اللي احنا محتاجين نركز فيها. فحاسه ممكن نبدأ كده نشوف ازاي اصلا الحلقات اللي فاتت ممكن تساعدنا ونفهم بقى المشكلة. يلا يلا يا يارا، كل مرة اقول يلا يا يارا. احنا اتكلمنا اول حلقة عن الغفلة وان احنا محتاجين نطلع منها، ومعظمنا بيكتشف ان هو في غفلة وما كانش عارف ان هو في غفلة. معظم الوقت الحاجات اللي بتسبب ان الانسان يدخل او يعني يقع في الغفلة او يبدأ يبقى في غفلة هو اصلا الفتن والابتلاءات اللي بيتعرض لهم. وفتن وابتلاءات اللي هو بقى اي اختبار الانسان بيتعرض له، اي مشكلة بيتعرض له. فاحنا عايزين في الحلقة دي نشوف ايه مشاكل الناس مع الفتن والابتلاءات، ليه هي حاجة صعبة، ليه هو اختبار صعب، وعايزين نعرف ايه علاقة ده بالقرآن والصلاة. يعني احنا عايزين، مهم جدا بالنسبة لنا، عايزين ندخل الجنة. احنا تاني ابيسود او تاني حلقة اتكلمنا في ان احنا عايزين قوي ندخل الجنة، وفعلا عايزين نعرف نعمل ايه علشان ده. فمن اهم الحاجات ان احنا محتاجين نتجنب الفتن والابتلاءات دي وننجح في الاختبارات دي. يعني نتجنب الفتن وننجح في الابتلاءات. فعايزين نبقى فاهمين ان الصلاة والقرآن بيساعدوا جدا في ده، بس مهم قوي ان الشخص يبقى واعي ان فيه فتن، عشان يبقى مش هو بيحاول يصلي ويلاقي نفسه مش عارف يصلي ومش عارف ينتظم. ما هو علشان في فتنة دلوقتي كبيرة قوي ان مفيش حد بيصلي، وان في صحاب كتير قوي شايف او ناس كتير قوي بتبقى حوالينا شايفين ان الصلاة مش مهمة او كده، فدي فتنة. فعايزين نخش الاول يعني نتعمق اكتر في يعني ايه اصلا فتنة، ويعني ايه ابتلاء، وازاي ممكن نتجنبهم، وايه علاقة ده بالحلقات اللي فاتت اصلا، وهكذا. انا حاسه ممكن يعني اول حاجه نقولها ان كل واحد بيبقى في حياته فتن مختلفه عن التاني، وابتلاءات مختلفه عن الشخص التاني، بس هو في حاجات عامة في المجتمع أو في العالم دلوقتي ممكن نعتبرها يعني فتن متشاركة ما بيننا. فمهم قوي إن احنا نبقى عارفين كل واحد ابتلاوه ايه في الدنيا والفتن اللي حواليه ايه، عشان يعني مفيش حد معصوم من الحاجات دي. مفيش حد حياته مش ما فيهاش عقبات يعني في الطريق بتاع الدين بتاعه، اللي هو آه، احنا مش ضامنين ان احنا لما ناخد الطريق ده يعني هناخده عادي كده، هيبقى سهل ومش هيبقى فيه عائق في حياتنا وكده. عشان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فده زي رول كده، زي حاجة ربنا قالها لنا احنا محتاجين نستوعبها، ومحتاجين نعرف بقى ايه الفتن اللي ربنا حطها لنا كشخص. يعني انا كسارة مثلا محتاجة اقعد مع نفسي وافكر انا طب ايه العقبات اللي في طريقي دلوقتي، وازاي اقدر يعني اتخطى الحاجات دي. فمبدئيا محتاجين بقى نحاول نفهم او نتعرف على الفتن والابتلاءات ونحددها كده. فايه بقى انواع الفتن انا والابتلاءات؟ بس عايزه قبل ما نخش في ده حاجه انت قلتيها مهمه قوي، ان في ناس بتبقى حاسه انه انا كل شويه يحصل لي حاجه وحشه، انا كل شويه حاجات المواقف الوحشه اللي بتحصل لي دي، هو الدنيا اصلا عباره عن مواقف وحشه. يعني هو او هي عباره عن، قصدي، ابتلاءات. هو ده الطبيعي. يعني في ناس بتحس الشيطان وقت الابتلاء يجي يقول لها ربنا مش بيحبك، او ربنا غضبان عليك، او مش عارفه ايه. الابتلاء هو حاجه طبيعيه جدا هو اصلا سبب ان ربنا عز وجل خلق الكون وخلق البشر عشان يفتنوا، زي الايه اللي انت قلتيها، وزي الايه اللي في سوره الملك اللي هي الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. يعني هو الهدف بتاع خلق الموت والحياة ابتلاء ليبلوكم، يعني عشان يختبركم. وفي سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني الزينة اللي في الأرض دي ابتلاء. فعايزين هنتعمق أكتر في إيه أنواع الابتلاء دي وكده. بس مهم قوي من الشخص يبقى من الأول خالص فاهم إن الابتلاء ده
يعني مش معنى ان حد مثلا معاه فلوس معهوش حاجات وحشه ان ربنا بيحبه اكتر من حد تاني. دي حاجه مهمه قوي، ان احنا بنشوف ناس مشهوره وده ازاي معاه كل ده مع انه بيعمل حاجات كتير حرام، ده هنخش اصلا اكتر في فكره بقى فتنه الفلوس وكده، وان ده اصلا ابتلاء، وابتلاء صعب جدا على فكره، ويمكن اصلا اصعب ان الشخص يفوق من الغفله لما يبقى الابتلاء بتاعه في نعمه. يعني معظم الوقت اللي معهوش فلوس بيبقى اسهل له ان هو خلاص مضطر ان هو ما يعملش ذنوب، او يعني معهوش مقدره قوي، فسبحان الله ساعات يعني بيهدي او بيهتدي بطريقه اسهل. فهنتعمق في كل ده ونكسبلور يعني نكتشف الحاجات دي على قد ما نقدر. بس في حاجه عايزه تقوليها؟ انا كنت عايزه اقول ان فكره انه لما الواحد بيفتتن وكده بيحس خلاص بقى الدنيا بتسود قدامه ومش عارف ايه، وبيحس ان هو مظلوم قوي، ده انا الوحيد اللي في الفتنه دي ومحدش حاسس بيا. فكنت عايزه اكمل الايه اللي ساره كانت بتقولها، اللي هي تاني ايه على طول: ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكافرين ولا يعلمن الكاذبين كاذبين ولا يعلمن الكاذبين. ففكره انه الدنيا دي اصلا معموله للابتلاء، اي حاجه بتحصل خير شر هي ابتلاء. في حديث عن الرسول انا بحبه قوي وبحسه مهم قوي، علشان هو بجد مفيش حد فعلا معصوم من الفتنه. فالحديث الرسول كان بيقول صلى الله عليه وسلم، كان بيقول: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. يعني القلب ده دلوقتي زي عارفين انتوا خدتوا القلب كده قدامكم وافتحوا باب من اليمين وباب من الشمال، كل فتنه بتدخل بتتعرض حرفيا على القلب، وعلى حسب بقى القلب يتعامل معاها ازاي. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يسير القلب على حسب بقى. والله لو القلب ده عرف يإجنور أو يعني يتجنب إن هو يقع في الفتنة، يسير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. انتوا متخيلين أصلا يعني الإفكت بتاع إن الواحد بس بيتجنب إن قلبه يشرب فتنة لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، اللي هو لحد يوم القيامة، اللي هو إيه الهبل ده. والآخر لو قلبي يشرب الفتنة دي، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا. مربدا اسود، سواد غامق قوي، كالكوز اللي هو يعني القلب مثلا هاتوا كوبايه وقلبوها كده ابسايد داون عكس، مجخيا اللي هو مهما حاولت تصب جواها حاجات مش هيتقبلها. خلاص الكوبايه المقلوبه لو صبيت جواها عمرها ما تخش فيها ميه، خلاص هو ما بقاش يتقبل اي حاجه. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. فهو مش هيشوف اي حاجه غير بس اللي هو شافه، اللي هو قلبه شرب الهوا بتاعه ده. ده حديث مميت. الحديث ده بجد حديث مهم موت. يعني ان الرسول يعني ربنا والرسول بيحذروا من الحاجه دي، لان الحاجه دي مهمه جدا. وفكره ان احنا اصلا في ناس كتير قوي بتقعد تتكلم ودي فتنه على فكره، فكره اصلا الايمان في القلب الايمان في القلب، بس هم كل البدن ما بيعمل. يعني دي حاجه انا عايزه اركز فيها قوي بصراحه، عشان فكره ان في كميه امراض قلوب غير طبيعيه، كل ده بيجي بسبب الفتن. يعني مثلا الحقد ده مرض من امراض القلوب، هي جايه بسبب ايه؟ الفتنه بتاعت ان انا ببص كتير على الفتن اللي حواليا، فالحاجه دي قلبي بيشربها فيبقى فيها حقد. الغيره مثلا ان انا ببص للناس التانية فتنت بالحاجات اللي عندهم فبقيت غيرانه، وكل ده بقى كل واحده بتجر حاجه وراها، بتجر مرض وراها. واحتماليه ان حد يقع في يعني الفتن دي، احنا فاهمين ان كده في فتن حوالينا وناس كتير تقع فيهم. احتماليه ان حد يقع في الفتنه بتزيد كل ما يبقى ابعد عن القرآن بالظبط بشكل مش طبيعي. لانه مثلا زي ما انت قلتي دلوقتي المثال بتاع اللي هو الناس اللي بتقول المهم الايمان في القلب وربنا مش هيعاقبني عشان شويه شعر، عارفه كل الافكار دي. هو لو حد قرأ القرآن مرة بتدبر هيفهم إن عمر ما ربنا قال الجنة جزاء اللي آمنوا، دايما الذين آمنوا وإيه وعملوا الصالحات. ودايما سبحان الله أنا بحس الموضوع ده حلو جدا، لما ربنا يقول الذين آمنوا بس يجي بعدها أمر.
هنلاقي مثلا سورة البقرة كلها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويبدأ ربنا يقول الحاجات يعني هيبقى جزائهم ايه وكده. بعدين بصوا هنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. بعد كده ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. بعد كده ربنا عز وجل يقول كلوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لا كلها لازم اكشن، لازم فعل، لازم اكشن، يعني لازم عمل يثبت الإيمان ده. فدي مثلا فتنة منتشرة جدا، بس لو حد بجد قرأ القرآن هيلاقي ان عمر ما ربنا وعد الجنة لده بس. وده في كل الفتن بقى. يعني زي ما قلنا مثلا احنا كل الحاجات الوحشة اللي في الدنيا مذكورة في القرآن. الآية اللي هي في سورة ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، في كل الأمثلة. شخص معاه سلطة وشخص معهوش سلطة، شخص معاه سلطة بس كافر، شخص معاه سلطة بس مؤمن. احنا عندنا كل التعامل مع الفتن، كل الامتحانات، كل الابتلاءات اللي ممكن تيجي إجابتها في القرآن. أنا حاسة ده مهم قوي، علشان أصلا ساعات الواحد بيبقى مش واخد باله إن دي فتنة، أو مش عارف إن هو كده بيفتن. فلما أنا أجي أقرأ القرآن يعني وأفهم إن إيه ده، لأ ده أنا ربنا بيقول لي إن أنا محتاجة أخد بالي من الحاجة دي، مع إن أنا بالنسبة لي دي كانت حاجة عادي. يعني اللي هو يعني مثلا فكرة الغيرة اللي كانت ميرنا بتقول عليها، يعني أنا ببقى شايفة مثلا أنا شخص بحب مثلا الفلوس، ما أعرفش فأنا ألاقي ناس معاها فلوس أكتر مني وأنا ببذل مجهود كبير قوي وبرضه مش بحصل الفلوس اللي معاها. فأنا بالنسبة لي إن الطبيعي إن أنا أحس إن أنا مثلا أقل منهم، أو اللي هو يعني أحس مثلا إن أنا مثلا ربنا مش راضي عني عشان مش راضي يرزقني زيهم. كل ده بيجي من باب الجهل، إن أنا لأ، إن الفلوس دي فتنة، وإن حتى عدم وجود الفلوس فتنة. أنا محتاجة أعرف إزاي أتعامل معاها، والإجابة هنا مش هنخترعها، هي الإجابة في القرآن. ففعلا ربنا بيدينا يعني مثل لكل فتنة موجودة في حياتنا، بس ممكن نحس إنها مثلا بطريقة مختلفة، أو عشان هي جاية كنوع من القصص أو كده، فنحس مثلا إن إحنا مش في نفس القصة بالظبط، بس لا إحنا الفتنة اللي إحنا فيها موجودة في القصة دي. فاهمين قصدي؟ في يعني سبحان الله بجد ربنا فعلا يعني بديع. في ساعات بتيجي في طريقة قصص، في صيغة قصص، ساعات تيجي جملة واضحة. في آية مثلا اللي هي اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وبعد كده بقيت الآية بتتكلم يعني هو كل دي فتنة. وفي آية تانية زيها اللي هي في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كل دي فتن، اللي هي ايه من الآخر كل الحاجات دي ايه؟ فلوس، ممتلكات. يعني عايز أكتر. كنت عايزة أقول على حاجة سارة قالتها، فكرة إنه إحنا المفروض مش بنقيسها بمعاييرنا. يعني مثلا أنا ما ينفعش أجي أقول أصل ربنا مثلا ادى الشخص ده فلوس أكتر عشان هو بيحبني، يعني بيحبه أكتر ومش بيحبني أنا أو كده. هو فكرة إنه في الحديث اللي هو بتاع أنا مش فاكراه قوي، بس اللي هو بما معناه إن الأنبياء أكتر الناس ابتلاء، والأنبياء دول أصلا أحب الناس لربنا. صح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق، هو مفيش حد جه قبله ولا حد هيجي بعده، هو حرفيا ده أحب الناس لربنا. ومع ذلك هو كان في كمية ابتلاءات وفتن مش طبيعية. فكرة إن هو تعرض لكمية حاجات. يا جماعة دي ناس اتضربوا وناس اتقتلت. أنا حاسة برضو إن في like a different، أو يعني جانب آخر من القصة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، إن إحنا لما نيجي نبص هنلاقي إن هو فعلا عدى بالفتن اللي إحنا برضو بنعدي بيها دلوقتي. يعني هنلاقي إن قريش كانت دايما بترشيه، دايما بتقوله هنديك سلطة، دايما بتقوله هنديك يقعدوا يعني ياخدوا ويدوا معاه بحيث إنهم يوصلوا مثلا لحل وسط أو كده. بس يعني سبحان الله بحس إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أكتر بني آدم يعني فتن وابتلى في العالم. يعني عمري ما سمعت قصة عن حد فعلا، يعني سبحان الله ولاده كلهم الستة أو هم 6 من 7 توفوا قبله. فبحس إنه لأ، ده فعلا لو عايزين نبص على حد يعني تصرفاته عاملة ازاي في الفتن والابتلاءات اللي في الدنيا، لا محتاجين نعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعرف هو اتعامل معاها ازاي، عشان ما اظنش ان في حد كده اصلا. انا عايزه اقول حاجه مهمه قوي في الموضوع ده، انه انا مش عايزانا نبان اكن احنا بنقول سهل قوي الفتنه، سهل مش عارف ايه الابتلاءات دي سهله قوي. هي صعبه بشكل صعب جدا لدرجه ان ربنا عز وجل القران كله بيثبت. يعني ربنا عز وجل بيقول وان كادوا لا يفتنونك
يعني كانوا جزء من الفتنه. وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. يعني كانوا بيحاولوا يفتنوا الرسول ان هو يتنازل عن الدين، انه يسيب الدين. فتنه صعبه جدا اللي هي ان هو حد يحاول يخلي حد يدهن او يكمبرومايز او يسيب من دينه. فربنا عز وجل بيقول ايه؟ ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليه شيئا قليلا. يعني ربنا عز وجل ثبته ازاي؟ بالقرآن بالوحي. وازاي بقى؟ عشان بس الناس بتبقى حاسه يعني ايه يعني وكده. هو لو حد بيقرا القرآن وكل شويه تجيله آية بتقول فاصبر صبرا جميلا، او تيجي يعني الايات اللي كلها بتقول اصبر، وبعد كده تعمل ايه؟ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. يعني ربنا عز وجل بيقول لنا ايه؟ عشان المرنة كانت بتقول من شويه، ربنا عز وجل بيقول لنا ان الحاجات الحلوه اللي بتجيلهم دي والكفار دي كلها مش هديه، دي زهره، دي فتنه، حاجه هتعدي. هي بس الحاجات دي بحس انها بتبان حلوه، اللي هو يعني طب ما الناس كلها بتعملها ودي حاجه حلوه، واللي هو انا هتبسط لما اعملها. بس سبحان الله بحس انه دايما كل ما الموضوع يبقى اصعب، كل ما الاجر بيبقى اكتر، وكل ما البني ادم بيجيله مناعه اكتر. يعني زمان لما كنت يعني لما ببص لنفسي زمان بحس ان انا كان بيبقى صعب عليا اعمل حاجات كتير قوي، دلوقتي بعملها الحمد لله، يعني ربنا هيداني ليها بسهوله. فهي الفكره ان فعلا الاستعانه بربنا والقران. يعني في ايه بتقول فاستمسك بالذي يوحي اليك انك على صراط مستقيم. يعني احنا محتاجين فعلا، يعني عارفين اللي هو نمسك يعني نتمسك بالقرآن علشان احنا فعلا الصح. فاحنا طول ما احنا في مجتمع الأغلبية فيه بتعمل حاجة معينة واحنا الأقلية، هنحس ان احنا يعني ضعفاء، او هنحس ان احنا طب افرض هما اللي صح. لا، هو ربنا بيقول استمسك بالذي يوحي إليك. دي الطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم بيها، بالآيات، بالوحي اللي كان بينزل وبالآيات اللي نزلت. فدي حاجة ما بين ايدينا دلوقتي. في آية شبه دي قوي بس الناس مش فاهماها، اللي هي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. سبحان الله، هي أصلا تعبير مش عادي. في ناس لما حد مثلا لبس معين، حد بيعمل براند ماشي، لو هو بيطبع عليها عادي ممكن تقشر، لو هو بيلون عليها ممكن اللون يروح. الصبغة، فكرة الصبغة إن هي بتخش بيشربها القماش، بتبقى مش سيبريتبل، يعني مش هتتفرق ابدا عنها. فربنا عز وجل اكنه بيقول لنا اشربوا الدين، خلوه يخش يتغلغل في كل حته في جسمكم، ويبقى تبقوا اتسبختوا بيه في القلب، لان القلب عامل زي الاسفنجه بالظبط. عشان كده الحديث بتاع الرسول اللي انا كنت لسه بقوله، اللي هو يعني في الاخر خالص، اللي هو ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. فكره مصطلح الشرب ده ان حاجه بتمتص تماما. كان في حديث كنت عايزه اقوله على اللي ساره كانت بتقوله، يعني فكره انه كان حديث الرسول بيقوله، يعني صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان عظم الجزاء من عظم البلاء. فكره ان ربنا لما بيبتلينا في دلوقتي نوعين من او 2 كاتيجوريز كده، في 2 كاتيجوريز. واحد يا اما لما يعرض في الابتلاء او ياخد الابتلاء بتاعه هيصبر، والله شكرا نجحت. في حد تاني ممكن عادي ممكن يرتد، يعني ممكن يقول فين ربنا ومش عارف ايه. وبجد دي اكتر حاجه احنا بنشوفها دلوقتي، زي موضوع غزه دي حاجه احنا بنشوفها قدام عينينا. فكره انه ناس كتير قوي 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 بتطلع تقول هو ده ربنا بتاعكم، هو يعني ربنا هيسيب المسلمين كده؟ فين ربنا يا جماعه؟ ده ابتلاء لاهل غزه ولينا، ده ابتلاء لقلوبنا. يعني فكره انه ما ينفعش نعتاد منظر ان احنا بنشوف ناس بتتذبح، اللي هو احنا هنشوف ده، ولما نشوف ده ونتوجع هتقرر تعمل ايه بالظبط؟ هتقرر تطنش تعيش حياتك عادي، ولا هتقرر يعني تصبر فعلا. هو محتاج صبر على فكره، يعني طبعا هو مش صبر يقارن بالصبر بتاعهم هناك، بس هو محتاج صبر صعب جدا ان انا افضل اتفرج وافضل بتابع وافضل بتاثر وافضل بدعي، لازم اكمل. انا بحس يا جماعه فكره ان اللي مرنا بتقوله ده، اللي هو ان القلب بيشرب المعصيه، والله بحسها قوي لدرجه ان انا ممكن نعتاد ان احنا نشوف فتنه، وبعدين نعتاد ان احنا نسمع عنها، وبعدين لما اعتدنا بقى ان احنا نشوفها ونسمع عنها نعتاد ان احنا مثلا نبقى وسط ناس بتعملها، وبعدين بقى ندخل فيها. فاهمين اللي هو عارفين زي ايه؟ عارفين مرات سيدنا لوط؟ على فكره هي ما كانتش بتشارك معاهم خالص، بس هي فكره انها اعتادت المنظر فخلاص، يعني تقبلته فمش يعني مش بتساعدهم، بس فكره ان هو عادي، ايه المشكله يعني؟ ما تسيبوهم ما تسيبوهم. فيا جماعه الفكره دي وحشه قوي، اللي هو هي اتحاسبت علشان هي قلبها شرب الفتنه وبقى بالنسبه لها عادي جدا. اصلا بقيه الحديث وان الله اذا احب قوما ابتلاهم.
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. طب يبقى احنا يعني conclusion اللي انتي بتقوليه انه نبقى فاهمين كويس قوي ان الشخص اللي بيبتلى او ربنا بيفتنه باي حاجه ده مش حد ربنا غضبان عليه او بيكرهه او ده مش حاجه غريبه. هو بالزبط. كل الناس اتخلقوا علشان هي الدنيا دار ابتلاء. بالظبط، دار ابتلاء. اللي انا عايزه نعمله اللي هو يعني فكره اصلا يعني ايه فتنه. يعني انا بحس اصلا في ناس كتير قوي بتسمع الكلمه دي كتير بس هم مش فاهمينها، مش فاهمين معنى كلمه فتنه او معنى كلمه ابتلاء. فيعني كمعنى علشان برضو نبقى عارفين هو فيها اختلاف كبير، في ناس بتقول حاجات مختلفه وكلهم طبعا يعني اقوال حلوه ومفروض نبقى عارفينهم. بس فانا مش عايزه نخش قوي نتطرق قوي اللي هو ايه بالظبط الاختلاف بينهم. بس هو في معناهم في ناس بتقول الفتنه دي هما الاثنين من ربنا عز وجل، بس الفتنه اكنها زي ما انت قلتي في الاول حاجه عامه اكتر، والابتلاء ده اختبار من ربنا. لو حد بعد الشر حصل حادثه، لما يحصل حادثه ده بيبقى ابتلاء، ده ما بيبقاش اسمه يعني طبعا هو بيفتن في الحادثه بس هو مش بيتسمى عليه قوي موضوع فتنه. الفتنه دي اكتر ممكن تبقى حاجه عامه ناس كتير قوي بتعاني منها، هي حاجه واحده بتحصل ناس كتير بتعاني من الابتلاء وحاجه ده. انا بتعرض لها يعني اللي هو انا بحط نفسي فيها. يعني مثلا السوشيال ميديا، ما انا على السوشيال ميديا فانا اكيد هقابل حاجات كتير افتن بيها. بالظبط. بس الابتلاء مثلا زي اللي انت بتقوليه بالظبط، الابتلاء حاجه هتحصل للشخص بالزبط. وساعات بقى ودي بقى هنخش فيها اكتر، ساعات الشخص ممكن يخش بسبب اعماله ويبقى جزء من الفتنه، يبدا هو يفتن الناس في الاخر، ده بايد ربنا. يعني في الاخر ايه؟ يعني مثلا بعد شر واحده عملت حاجه غلط، فالحاجه الغلط دي هي جهرت بيها ففتنت حد تاني. ماشي، الحد التاني ده ما ينفعش يجي يقول طب ما هي اللي عملت وخلتني كده، لا هو ده كان فتنتك، ده كان ابتلاءك من ربنا انك تشوف الحاجه اللي هي عملتها. اختبار يعني. هو دي حاجه جميله قوي سمعتها، انه الابتلاء زي معنى كلمه الاختبار بالظبط. يعني مش فكره مش عشان في ابتلاء ففي اوتوماتيك سقوط كده، لا هو زي كاني داخله امتحان، انا يا هسقط يا هنجح، بس هو الامتحان موجود. يعني احنا مش هينفع نلغي الامتحان واتخرج خلاص اللي هو تمام، لا هو لازم امتحن. ومش فكره مش عشان ربنا ابتلاني فانا كده وحشه او انا كده هسقط او انا كده ربنا مش بيحبني. بالعكس، يعني ربنا ممكن يبتليني علشان هو بيحبني. ده اصلا يعني وجهة نظر تانية غير اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ان انا ممكن ربنا يبتليني عشان يديني اجر، يعني يأجرني على صبري في الابتلاء ده. وسبحان الله كل الايات عن الصبر اللي احنا بنسمعها انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فالواحد بيقع في مصيبه او بيحصل له حاجه وعادي ممكن تبقى حاجه مش بايدينا، يعني ممكن ما تبقاش احنا فتنه رحنا لها برجلينا، ممكن نقع في مشكله او يحصل لنا ابتلاء في الدنيا ونحس ان احنا يعني من كتر ما احنا مضغوطين بنوصل للليفل اللي هو طب هو انا مثلا عملت ايه عشان ربنا يعمل فيها كده. لا هو ده بينفي تماما الفكره بتاعت ان احنا هنا اصلا في الدنيا علشان نبتلى، علشان ربنا يختبرنا. وده مش معناه ان احنا هنسقط، يعني هو لا، هو احنا المفروض ننجح، ربنا عايزنا ننجح. فهو مش غضب من ربنا، مدينا الادوات كلها عشان ننجح. في ايه او يعني مجموعه من الايات بتقول كده بالظبط. سوره آل عمران، سوره آل عمران من احلى السور اللي بتتكلم عن الفتن، عشان يعني هي جزء كبير منها بيتكلم على قصه يعني غزوه احد لما كان من اكبر الابتلاءات اللي حصلت للمسلمين. فربنا عز وجل بيقول لنا ايه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا. يعني ايه؟ لما حد يحصل له اي فتنه ابتلاء ما يضايقش نفسه، ما يقعدش يحزن، محتاج ان هو يتدرب على فكره الصبر. وهنتكلم اكتر في ازاي نصبر وايه هو ازاي يعني نتعامل ازاي مع الابتلاءات دي في الاخر. بس يعني ربنا بيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح، لو مسكم اي قرح او ابتلاء او اي ضرر فقد مس القوم قرح مثله. حتى دول اللي انتوا شايفينهم كسبوا الكفار بيمسهم قرح برضو. عشان احنا ساعات نشوف اللي بيحصل في فلسطين وده هم الناحيه الثانيه مش عارف ايه، ده بالظبط نفس القصه. يعني هم عندهم مضروبين في الاقتصاد، عندهم ناس كتير قوي برضو حصل لها حاجات، يعني موضوع كبير جدا مش انا نخش فيه قوي. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس، يوم لينا يوم علينا، يوم المسلمين يخسروا يوم المسلمين يكسبوا. ممكن اقول ايه بجد؟ خلينا طبعا نكمل الايه بس. كمل. وليعلم الله الذين امنوا. في ناس يبان صدق ايمانهم، ليه؟ لان في منافقين، في ناس كتير قوي وسطنا اصلا النهارده بيقولوا على نفسهم مسلمين بس هم مش مسلمين. هيجوا يتحاسبوا ازاي يوم القيامه لو ما حصلش المواقف الابتلاءات في الدنيا اللي بينت الاعمال، زي ما كانت ميرنا بتقول في الاول، اللي بينت الشخص دوت بيتعامل ازاي مع بيصبر ولا لا او كده. وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء، زي ما كنت بتقولي بالظبط. ساعات بيبقى بس رفع الدرجه، ربنا عز وجل عايز يرفع درجه حد، عايز يصطفي حد شهيد.
والله لا يحب الظالمين. اوعوا تكونوا فاكرين ان ربنا بيدي الظالمين دول بيحبهم، لا، ده هو ابتلاء ليهم هم كمان زي ما هو ابتلاء ليكم. وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين، علشان يبين، يمحص يعني يبان الناس اللي بجد مؤمنة، ويمحق يعني يدمر الكافرين. فالابتلاءات دي بتبقى تدمير ليهم كمان. الآيتين الثلاث آيات دول بيلخص كل حاجة، بيلخص ليه ربنا أصلا، ايه الحكمة ورا ده، ليه ربنا بيبتلينا الحاجات دي. يبان مين اللي صبر، زي في سورة عنكبوت يبان مين اللي صبر، هنا يبان مين اللي مؤمن بجد. لازم هو ده الامتحان. ما ينفعش يجي شخص عارفه كأنه مدرسه عملت امتحان وادت الناس امتحانات واخدته وقالت لهم انا عارفه كده انتوا تجاوبوا ايه. لازم الشخص نفسه هو يشوف درجاته ايه، يشوف هيعرف يحل ولا لا، يبذل مجهود. في الآية برضو دي بتسمرايز كل الآيات دي في سورة فاطر. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. حاجة أنا كنت عايزة أضيفها، فكرة إنه في ناس بتبقى قاعدة مثلا let's say يعني إن أنا قاعدة دلوقتي، فأنا مثلا مفيش في حياتي حاجة بتحصل، يعني مفيش حد حد حصل له حادثة، مفيش مثلا اتغنينا فجأة يعني ورثنا من بنك، في أيام كده ورثنا من بنك. في مثلا ساعات بجد أوقات كتير قوي في حياتنا بنبقى قاعدين كده الدنيا كلها تحس إنها هوست اللي هو مفيش أي حاجة، مفيش أكشن في حياتنا بيحصل. ده أصلا برضو ابتلاء، فكرة إن أنت قاعد هادي ومفيش حاجة بتحصل، دي حاجة توترك. إن فكرة ان انت اصلا في امتحان، يعني انت بتعمل ايه بوقتك الضايع. عايزين نقول برضو ان الوقت فتنة ابتلاء، لان دي حاجة هنسأل عليها اصلا في يوم القيامة. هنخش في موضوع النعم ده برضو، اللي هو ازاي النعم دي فتنة وان الوقت أيوة. ده نعمة. فكرة ان انا المفروض في الوقت ده، المفروض انا دلوقتي مثلا في الوقت المفروض ان انا استثمره، بدل ما انا قاعدة على السوشيال ميديا وعمالة اعرض قلبي لحاجات ملهاش اي 60 لازمة، بدل ما انا عمالة باخد قلبي احطه في مكان ينضف بيه، مثلا ان انا افتح اتفرج مثلا على بودكاست او درس، او ان انا مثلا اقعد اقرا قران اتدبر مثلا اسمعوا لنا يعني. ففكره ان احنا المفروض ببقى بعرض قلبي على حاجات تنفعه مش تضره. فكره ان انا ما اخدش رجلي واروح لمكان الفتنه، دي واحده من طرق العلاج. ان انا مثلا بقفتن والله لما اقعد مع الناس دي خلاص ما اقعدش معاهم، عارفه ان انا لما اقعد معاهم مثلا هختاب على الاقل، هطلع لي مثلا ب10 كبائر في قعده ساعه. انت عارفه ان ده كان حاجه فعلا نجحت معايا شخصيا. ان انا مثلا لما جيت احاول اقرب لربنا كان اكتر حاجه انا حسيت اني محتاجه يعني اصلحها فيا لبسي مثلا. فلما جيت، مش اكتر حاجه بس من واحده من اكتر حاجات لما جيت احاول اركز في الموضوع ده لقيت ان انا بس يعني في اماكن انا مش هعرف اخرج فيها والبس مثلا طويل واسع او كده، مش هعرف. فقلت لنفسي خلاص مش لازم تخرجي فيها طالما انت ما عندكيش القوه انك تلتزمي بحاجه. ما تحطيش نفسك في الموقف انك تاخدي ذنوب، يعني اصل دي حاجه مش مهمه، معلش يعني انا مش يعني لا مش بس انا برضو عايزه اقول حاجه، انه ممكن انا ما يبقاش عندي القوه ان انا ما اروحش الاماكن دي، فاهمه يعني. انا بس عايزه نهايلايت برضو او نركز على فكره انه ماشي احنا المفروض نعمل كده لما نواجه فتن او ابتلاءات، بس هو مش سهل نعمل كده. عشان كده بحس انه دايما يعني ربنا بيشرع لنا في الدين حاجات بتساعدنا على ده. يعني انت قصدك انه الاسهل ان الواحد يعمل اللي على هواه. يعني الاسهل ان انا مثلا يعني الاسهل ان انا مثلا دلوقتي انت بتقولي انا عندي مشكله في لبسي وانا بخرج في اماكن معينه مع صحابي، فانا همنع ان انا اخرج في الاماكن دي علشان يعني خلاص مش لازم لحد ما بيلد يعني لحد ما ابني الايمان اني اقدر اروح، بس بالزبط. يعني ما احطش نفسي خلاص انا لو عرفت اتجنب المكان بس هو كويس. بس هو الفكره بقى ان انا يعني مثلا انا لما هنيجي نتكلم عليا كان صعب قوي بالنسبه لي ان انا ابطل اروح اماكن معينه. ليه؟ علشان انا اصحابي كانوا خلاص هو ده المكان اللي احنا بنخرج فيه على طول، وانا يعني انا نفسي اروح، انا عايزه اروح، ده هوايا ان انا اروح. فالسهل ان الواحد يتبع هواه. ايه بقى اللي بيساعدنا ان احنا ناخد قرار زي ده، زي اللي يارا خدته ده؟ هو القرآن. يعني سبحان الله بحس انه ربنا قال لنا نقرا سورة الكهف كل جمعة. انتوا عارفين ايه كل جمعة؟ عارفين لو عديتوا ده هيبقى كام مرة في السنة؟ انا ما عدتش بس هو اكيد كتير بس هو فكرة ان انا بقرا سورة كل جمعة. ومش بس كده، سورة الفاتحة 48 عدتيها دلوقتي؟ لا انا عايزه يعني 4 12. هي الفكرة في سورة الكهف ان هي فيها 4 فتن
احنا بنحس انها موجوده على طول في حياتنا. ففكره انه احنا لازم نقرا سوره معينه كل جمعه، والسوره دي فيها ال4 فتن الاساسيه اللي احنا محتاجين يعني نتجنبها او نحاول نتعامل معاها صح في حياتنا. ال4 فتن اللي هم فتنه الدين، فتنه المال، فتنه العلم، وفتنه السلطه. لو قعدنا نفصص الفتن دي ال4 دول هنلاقي ان هم حوالينا بشكل مش طبيعي. فربنا قال لنا نقراها كل جمعه لهدف حد يقول انا هعرف، يعني انا مش هقرا قرآن خالص بس انا هعرف اتجنب كل المعاصي. سبحان الله. انا كنت زمان بقول كده، كنت مقتنعه الحمد لله القرآن مش من اركان الاسلام، يعني عادي حد يبقى عايش ومش بيقرا القرآن. اكتشفت ان القرآن لو حد مش عايش بيه، مش بيتدبره، هو دي مشكله كبيره جدا. بس هو سورة الكهف بالذات، السورة دي غيرت حياتي. يعني لما تدبرت سورة الكهف كانت turning point كبيره قوي في حياتي بالزبط. علشان انا اكتشفت انه سبحان الله، ده هو ربنا بيقول لنا حلول كل حاجه بالزبط. احنا بس كأننا مش بنسمع ربنا، يعني كأننا مش بنشوف ربنا قال لنا ايه، يعني مش بندي القرآن فرصه ان هو يصلحنا. يعني انا بحس ان انا زمان لما كنت بقرا سوره الكهف كنت بقراها تقضيه واجب كده، اللي هو عارفين ايه سوره كمان كده بجد؟ سوره يوسف. سوره يوسف يا جماعه، السوره دي كلها من اولها لاخرها فتن وابتلاءات. حتى ربنا بيقول في آية منهم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اللي هو فكرة ان يعني سيدنا يوسف ابن نبي وبرضه اتحط في كمية من وهو صغير. ربنا أراد ان ده يحصل، فكرة ان هو كان حلم بحلم، ودي من عند ربنا ان هو يحلم ب11 كوكب والشمس والقمر بيسجدوا ليه. وبعدين هو راح وحكى لسيدنا يعقوب، وسيدنا يعقوب نصحه ما تقولش لاخواتك عشان هيكيدوا لك كيدا. دي فتنه لاخواتي، دي فتنه اصلا، فكره فتنه العيله. لان في ناس كتير قوي دلوقتي احنا بنشوفها اللي بيشتكي من عيلته واللي ما اعرفش ايه والعيله المفككه يا جماعه كل ده ابتلاء. في آية بتنتهي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون دي اللي هو يعني تدخل كده اللي هو متصبروا، اللي هو يا جماعة أي حد في أي حاجة في حياته، أي حد في أي حاجة في حياته بجد يقعد يفكر يقول أنا في فتنة، دي فتنة. مامتك بتتعامل معاكي بطريقة وحشة، فتنة. سيدنا يوسف بعد كده عرض يعني عليه أكبر فتنة للرجال، يعني ان هو اتعرضت عليه اللي هي مرات العزيز بقى بالجمال واتزينت وقفلت الباب وعملت كل حاجة. الوضع كان مهيأ ليه سبحان الله. اللي هو فكرة يعني فعلا سبحان الله اللي هو ازاي هي افويدد ازاي بقى. ما هي دي بقى الفكرة، ازاي الواحد ممكن يبقى علشان في الليفل ده. انا بحس ان اول خطوة بتبقى ان احنا نستعين بربنا. يعني احنا سبحان الله كل يوم 5 مرات في الصلاة بنقول اهدنا الصراط المستقيم. انا بحس ان لو الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم بالظبط. الآية اللي هي اللي سارة كانت بتقولها ان فكرة ان هو اتحط في مكان كل حاجة مهيئة ان هو خلاص هو يقع في الفاحشة على طول. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فكرة ان هو سيدنا يوسف متعلق جدا بربنا في كل حاجة، في كل حاجة. بعدها أصلا في السورة هو هيخش السجن وهيقعد فيها سنين هيقعد فيها سنين. ففكرة ان هو في السجن هو فاكر ربنا، ما قعدش يقول ربنا فين، ربنا يسيبني وانا يوسف ابن يعقوب يعمل دعوة يعني فكرة ان هو ما قعدش يتنطط. واحنا اللي هو ولا حاجة، احنا بجد بنقعد نتنطط على ربنا وبنقعد نقول لا وفين الفرج ومش عارف ايه. وفكرة ان هو يعني قعد زمن طويل في السجن، يعني ما دخلش وبعدين بعد اسبوع دعا ربنا وخلاص طلع مسجن. لا ولا انتكس. لا هو اصلا فكره انك مش عارفه اللي بتلاقيه يخلص امتى، دي من اصعب الحاجات اللي اي انسان فيها. ما احنا عارفين اصلا القصه دي، انتوا عارفين كذا مين اللي بيبتلى في القصه دي؟ سيدنا يوسف بيبتلى، امراه العزيز بتبتلى، جوز العزيز نفسه بيبتلى، سيدنا يعقوب بيبتلى، الاخوات كلهم مختلفه. النسوه بيبتلوا اللي هم كل دول بيبتلوا. ما هو المشكله ان الناس مفهومهم عن الفتنه اللي هو الكرب الشديد، او الابتلاء مفهومهم عنه اللي هو الكرب الشديد. على فكره النعمه فتنه برضو. ايوه ده بقى اللي انا عايزه اقوله. سوره الفجر ربنا عز وجل بيقول لنا ايه؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. كلا. يعني ايه؟ يعني مفهوم الانسان للاسف مغلوط، وربنا يعلم ده وبيقول لنا ده في القران، ان الانسان فاكر لما بنديله رزق او بنديله فلوس او بنديله اي خير اني
الحمد لله يا ربنا بيحبني جزائي، ده مش جزاء. النعمة دي كلها ابتلاء، وابتلاء صعب جدا. زي ما بالظبط هو الإنسان فاكر إن لما بيحصل له ابتلاء وحش أو كرب أو ضر بيمسه أي ضر، يحس اللي هو يا ده ربنا بيهني وبيضايقني. الاتنين غلط، يعني المفهومين غلط. إنك تفتكر إن بيحصل لك الوحش إهانة ليك أو بيحصل لك الحلو تكريم ليك، دي مشكلة. ونرجع تاني لفكرة اللي هو الناس اللي أغنياء، دايما تلاقي الأجانب اللي هم الصهاينة اللي مش يهود، اللي هم عارفين بيحبوا الصهاينة، يقولوا المنازلين يعني الشرق الأوسط والمسلمين بصوا حالتهم عاملة ازاي، وبصوا التانيين معاهم فلوس وحلوين ومش عارفة ايه. فاللي هو هم فهمهم غلط. الناس فاكرة ان النعم دي حاجة حلوة، جزاء، هدية استمتع بيها. هيسألوا على كل صعبة جدا. ممكن ثم أقول- لا تسألون يومئذ عن النعيم. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإنما يعطي الإيمان والدين من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، فمن ابتلي بالكفر والمعاصي فهذا دليل على أنه مبغوض عند الله على حسب حاله. فكرة إن سبحان الله، يعني إحنا بنقعد نقول أصل ربنا إدى ده الفلوس، ربنا إدى ده ملك، ربنا إدى ده عيال، يعني ربنا مديله الدنيا. في آية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اللي هو يعني قلنا الآية دي في في حلقة الغفلة، لأن هي ليها علاقة جدا بالموضوع ده. بجد هي مش طبيعية. وفكرة مبلسون اللي هم خلاص يائسوا من يائسوا من ربنا، بقى عندهم يأس. يبقى دي إجابة سؤال إيه؟ إجابة سؤال اللي هو ليه في ناس بعيدة عن ربنا أو كفار أو ناس بتعمل وربنا كتير كريمهم وبياخدوا حاجات كتير حلوة في الدنيا. أيوة، معاييرنا احنا فاهمين غلط. بس برضو ده مش معناه ان اي حد مؤمن هيبقى حالته ضنك، يعني هو لا كده بس هو لازم الشخص يبقى فاهم انه النعمة ده ابتلاء، فكون ان هو معاه ابتلاء الفتنة دي، هو بقى الشخص ده مفتون بزيادة وفي غفلة جدا، فلما نسوا ما ذكروا به، نسيوا الوحي تماما، نسيوا كل حاجة يعقب ربنا. فايه ربنا بيقول ده عقاب، ان ربنا بيفتنهم زيادة. فتحنا عليهم ابواب كل شيء، فلوس بقى وعربيات وكل الحاجات دي، علشان الشخص يشوف بقى قد ايه هو ممكن يبقى فعلا شخص سيء، قد ايه ممكن يخش في مشاكل. احنا بس نشوف بقى مغنيين عارفين، والناس اللي معاها شهرة ومش عارفه ايه وبيبوظوا الدنيا بيعكوا، واحنا شايفين بقى على السوشيال ميديا حاجات غريبه بتحصل. بس في برضو on the other side، يعني مثلا سيدنا سليمان كان هو سيدنا داود كانوا ملوك ما فيش بعدهم ولا قبلهم. كان عندهم سيدنا سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ماشي، ده لما كان هو ساعتها بقى ملك وكده. فهو قال له إيه؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يعني هو سبحان الله، يعني هو عارف إن هو الفضل الكبير ده مش هدية، هو مش جزاء، هو اختبار وابتلاء ليبلوني أشكر أم أكفر. يعني إيه أشكر أم أكفر؟ هندخل برضو في شكر النعمة وكفر النعمة، وإزاي أشكر ربنا على النعمة، وإزاي أصبر عليها وكده، وإزاي أصبر على الابتلاء وهكذا. بس هو ده الوعي الصح. ربنا عز وجل بيورينا هنا صراط الذين أنعمت عليهم، الطريق بتاعهم ده عامل إزاي. والآية اللي أنت كنت بتقوليها برضو اللي هي أوزعني أن أشكر نعمتك، يعني الدعاء ده من أكتر الأدعية اللي فعلا بتأثر فيا جدا. في سورة النمل برضو: فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يعني إيه؟ يعني شكر النعمة بقى. إحنا ممكن ده الوقت المناسب إحنا نخش في الموضوع ده. ربنا عز وجل أمر يعني والد سيدنا سليمان سيدنا داود قال له إيه؟ اعملوا آل داود شكرا. آل داود عائلة أو نسل داود اعملوا شكرا. يعني إيه اعملوا شكر؟ دي مشكلة أكبر الناس، هم فاكرين إن النعمة دي هنقول عليها الحمد لله وكده الحمد لله إحنا بنشكر، بس هو الحقيقة إن النعمة دي ابتلاء زي ما قلنا. فهو إني أعمل شكر يعني ده معناه إيه؟ يعني مش بس أقول الحمد لله، بس أستعمل النعمة دي في طريق ربنا، لأن ربنا أصلا اداها لي كابتلاء كاختبار. فإني أبقى نجحت في شكر النعمة ده معناه إن أنا أبقى استعملتها في إني بعمل حاجة صح. ربنا اداني بصر ابقى بشوف حاجات كويسه. عكس ده اسمه كفر النعمه او جحود النعمه، ان انا خدت النعمه دي في الاخر وبدل ما اصرفها في الحاجه الصح وادفع الثمن بالطريقه الصح، رحت استعملتها واتبعت الشهوات بتاعتي، او دخلت في فتنه معينه، او عملت عمل غلط، وقعت في ذنب بالنعمه اللي ربنا اداها لي دي.
فبقى اسمه كفر النعمة. فالصبر على النعمة هو إني أشكر النعمة دي، زي ما الصبر على الابتلاء أو الاختبار الصعب أو الضر هو إن أنا أصبر برضو، يعني إن أنا أستحمل وأحتسب لربنا عز وجل الصبر ده وكده. أنا كنا لسه بنقول فكرة التزيين. إحنا في كل الآيات أو معظم الآيات اللي فيها زينة، وزينة دي فتنة. التزيين عامة زين للناس حب الشهوات. فكرة بقى إن اوريدي الحاجات دي متزينة. في مثلا حاجة أنا ممكن قلبي ما تملهاش، يعني مثلا اللي هو في حاجات معينة ممكن حد غيري يحبها، أنا ممكن ما أحبهاش، بس ممكن في يوم من الأيام تتزين لي فأحبها. فاللي بيقوم بالدور ده كله الشيطان. فكرة إن أنا أبقى عارفة إن برضو في الأول وفي الآخر أنا مش لوحدي في الدنيا. يعني ربنا مش بينزل الابتلاء والفتنة فأنا بقى إيه هنجح أو أسقط، لا، ما هو أنا في عدو معايا شغال ليل نهار علشان يجر رجلي للمعصية، أو يجر رجلي إن أنا أقع في السوق ده. الشيطان أصلا فتنة، يعني الشيطان أيوة. أصلا حد ذاته وهو ابتلاء أصلا مش ده والشيطان يعني أكبر ابتلاء في حياتي. والشيطان ذكي جدا. الشيطان بجد عنده يعني فقه أولويات. هو عارف يجيبك إزاي. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ماشي. في آية إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الآية دي مرعبة عشان احنا حرفيا عشان احنا بجد الحلقة اللي فاتت كنا عمالين نتكلم على فكرة الصلاة وأهمية الصلاة وازاي، ونهينا في آخر الحلقة فكرة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فدلوقتي ربنا بيقول إن الشيطان أصلا هو كمان عايز يصدكم أو يبعدكم أصلا عن الصلاة وعن ذكر الله. فده معناه إن هو الشيطان عارف إن دي أكتر حاجة بتنجي البني آدم من كل سوء ومن كل شر. فكرة إن أنا أبقى متعلقة قوي بذكر الله. ذكر الله بقى سواء كان الأذكار عادي. فكرة هي بجد مهمة قوي 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 يا جماعة، بجد أذكار الصباح والمساء. القرآن برضو أيوة القرآن، أذكار الصباح والمساء، أذكار إن أنا يعني أي ذكر في اليوم بجد مهمة قوي، مهمة قوي. في ناس كتير قوي يعني بيقعدوا يتكلموا إزاي الأذكار دي نقلتهم حتة تانية. أفكار هي حاجة بسيطة قوي بجد، حاجة ما بتاخدش 10 دقايق بس فعلا بتفرق في حياة الواحد. فكرة إن واحد ما يبقاش قاعد طول اليوم باله شغال في الفتن وهعمل إيه وهبص على إيه وهشتري إيه. بحس إن الدماغ ساعتها بتقلب إنها بتقعد تركز في حاجات تانية أكتر منجية. الصلاة عمود الدين حرفيا. ففكرة عشان كده أي حد مش بيصلي هو سهل قوي قوي عليه إن هو يقع في أي فتنة. سهل قوي يعني، وسهل جدا ان الابتلاء اللي يجيله يكسره. ايوه ما عندوش صله، ما عندوش صله بربنا انها تقويه. وزي ما انت بتقولي ان الشيطان بيلعب على، يعني انت قلتي الايه دي ان الشيطان بيحاول يبعدنا عن الصلاه علشان يوقعنا. الشيطان هدفه الاسمى ايه؟ انه بقى ما ندخلش الجنه. وده اصلا ربنا عز وجل بيقوله في سوره الاعراف: يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان. يعني الشيطان اصلا فتنه. لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه. يعني هو زي ما الشيطان فتن سيدنا آدم وستنا حواء وخرجهم من الجنة، هو ده هدفه، إن هو يفتننا. ومن أكبر يعني الشيطان نفسه فتنة، هو نفسه أصلا فتنة من الفتن اللي ربنا عز وجل سابها لنا في الدنيا. أكبر سؤال كان دايما بيجي زمان: هو ليه ربنا يعني عز وجل ما دافعش عنا؟ يعني في سورة الإسراء لما الشيطان راح قايل: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فليه ربنا عز وجل قال له اذهب فمن تبعك منهم؟ يعني ليه ربنا عز وجل ما دافعش عننا هنا؟ ليه ربنا قال لهم؟ ليه ربنا شجع او يعني مش شجعوا؟ يعني هنشرح، بس دي الاسئله اللي انا كنت بسالها زمان. ليه ربنا عننا في سوره البقره؟ ليه ربنا قال اللي هو واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ليه ربنا عز وجل قال له روح اعمل كل حاجه انت عايز تعملها؟ ليه؟ لان ربنا بيقول في الايه بعدها: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الناس اللي فعلا قريبة لربنا وبتعبد ربنا ومتصلة بالقرآن لو قروا القرآن هيلاقوا إن ربنا أصلا قال لهم الحل، وقال لهم كل حاجة حصلت قبل الخلق. قال لهم في سورة البقرة الشيطان عامل إيه، شرح لنا إن هو أشد عدو. ومش بس كده، بعد كل القرآن لما يقرأ كل القرآن ويختمه تخلص آخر سورة إيه؟ الناس. سورة الناس.
يعني لأن في الآخر بنستعيذ من الشيطان، لأنه ده أكبر حاجة وأكبر عدو وأكبر فتنة عند الإنسان. أصلا إن ربنا بيقول يعني مش بس الشياطين اللي هو الإبليس، هو كمان شياطين الإنس، فتنة كبيرة جدا. شياطين الإنس هم الناس البشر، من الناس عادي مش من الجن، بس هو الشيطان. معنى الشيطان هو شخص وحش، شخص مؤذي، شخص بيفتن الناس. فسبحان الله ربنا عز وجل ادانا الحل أصلا. يعني السؤال بتاعي زمان ده كان سؤال غلط تماما، اللي هو ليه ربنا عز وجل مش بيدافع، ما دافعش عننا؟ او ليه ساعتها راح قال للشيطان ايوه روح يغويهم؟ لا، هو ربنا عز وجل قال له كده، ساب الشيطان فاكر نفسه يعرف يعمل حاجه، بس هو الشيطان هيغويهم. الناس اللي هي هتقع في فتن الدنيا كده كده، هو ربنا عز وجل كنا هننزل الارض حتى من غير الشيطان، ما كان يبقى موجود. ان ربنا اصلا من الاول خالص قال ايه للملائكه؟ اني جاعل في الارض خليفه. كده كده هيبقى فيه اختبار، وفكره الخلافه في الارض او الاستخلاف في الارض، وفي الابتلاءات بتاعت الارض. الشيطان جه وبقى الحاجه الوحيده اللي ما سجدتش مع الملائكه. فاصلا سبحان الله من اكتر حاجات بتاثر فيا فاضل سليمان كان بيقولها، سجود الملائكه ده يعني تسخير الكون للملائكه، تسخير الكون للبشر. لان احنا عندنا عارفين من الاحاديث النبويه ان في ملك مسؤول عن الرياح، ملك مسؤول عن الجبال. فده ان العالم كله سخر لينا الا حاجه واحده بس ما سجدتش، الشيطان، الحاجه الوحيده اللي ضدنا. هو اللي بيزرع الفتن، هو اللي بيشاركنا في الاموال والاولاد، يحط الفلوس يزينها لنا. الشيطان سول لهم واملى لهم، يعني الشيطان هو اللي بيحسسهم معاك وقت. الشيطان دايما بيغرنا، بيفتنا. هو ده اصلا جزء كبير قوي من الفتنه، بس ربنا قال لنا حل، هو القران. سبحان الله كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت مربوطه جدا ببعض. يعني الغفله نطلع منها ازاي، احنا عايزين نخش الجنه وفاهمين اهميتها، فنعتمد على القران ونعتمد على الصلاه. والفتن دي منها الشيطان بيحاول يمنعنا ان احنا نخش الجنه، بانه يدخلنا في الغفله، بان هو يوقفنا عن الصلاه والقران. فاهمين؟ هما كلهم نفس الحاجه. عشان كده ان حد فجاه يلاحظ انه في غفله ومش عارف يطلع منها، طبعا ده صعب جدا، ان هو رابط حوالينا رباط ملفوف كذا مره. فانا محتاجه اتعب واقص كل رباط مره لحد ما كله يتفك. يعني مش هتتفك باسهل طريقه. وعايزه اقول ان الحاجه دي هتفضل مستمره مدى الحياه، مش عشان حد نجح في ابتلاء مره واحده بس خلاص انا قفلت اللعبه. لا، انت هتفضل طول حياتك تبتلى لحد اخر نفس. لحد اخر نفس الشيطان هيحاول ويجي ويصدك عن الذكر. هو انا عايزه بس اقول ان احنا يعني اتكلمنا عن ابتلاءات وفتن كتير قوي، ممكن الموضوع يبقى صعب قوي، او نحس ان هو صعب قوي ان احنا نواجهه، او ان احنا يعني مش هنعرف نوصل للليفل اللي احنا بنتكلم فيه ده. بس هو انا عندي يقين تام ان ربنا مفيش حد هيبتلى ابتلاء هو مش قده. هو احنا دايما بنقرا السوره اللي هي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فانا ممكن احس ان انا محطوطه في مشكله او في مصيبه او في حاجه انا مش عارفه هعديها ازاي. بس هي دي الفكره، ان احنا ساعات ما بنعرفش فعلا احنا هنعديها ازاي، بس هو ربنا من عنده بقى هو اللي بييسر لنا. بس هو ربنا اللي بيسخر لنا الكون كله علشان مشاكلنا تتحل، وعلشان نعدي الابتلاء ده، وعلشان نواجه الفتن دي. بس هو مش هيحصل من اللا شيء، او احنا لازم نبذل المجهود ونسعى ان احنا نقرب من ربنا علشان نعرف نعدي الحاجات دي. هو ده الناس بتتعب فيه. الناس مش عارفه انا المفروض اعمل ايه لما يجي لي حاجه وحشه. الناس بتبقى فاكره ان انا المفروض ما ازعلش. يعني مثلا بعد الشر حد حصل له حادثه ماشي، او حصل حاجه، فهو الشخص يتألم، متضايق، حزين. الناس بتبقى فاكره ان انا المفروض اتعامل مع ده باني ما حزنش. ده غلط جدا. ده اصلا حاجه يعني ربنا عز وجل ما طلبهاش من الانسان. ربنا عز وجل طلب من الانسان ان هو يصبر ويتوكل على ربنا. انا بالنسبه لي الحل ايه؟ ان الشخص يفتقر الى الله، يعترف بانه ضعيف، انه اصلا مش عارف، مش هيعرف يصبر الا بربنا، لا حول ولا قوه الا بالله. مش هيعرف يصبر الا بربنا. يخش يصلي يعني انا بقول ده عشان لو في حد بيسمع وهو بيمر بابتلاء صعب فعلا ومش عارف يتعامل معاه ازاي، سبحان الله كل الناس قد الابتلاء بتاعهم، بس هو بيبقى هو جوه الابتلاء حاسس ان هو ابتلاء صعب جدا. طب يعديه ازاي؟ يعديه بان هو يتوكل على ربنا. هو ده شكر النعمه، وهو ده شكر كل حاجه. هو ده فعلا ان انا نجحت في الامتحان وصبرت، ان انا لما حصل لي الابتلاء ما كفرتش، لم ارتد، ما اتضايق، يعني ما بعدتش، بطلت اصلي. يعني في ناس بيحصل لهم ابتلاء فبتبطل تصلي، بتتضايق من ربنا، مع ان هو المفروض انا دلوقتي في الموقف ان انا بقرب لربنا، بقول له ساعدني اعدي الامتحان ده. لو شخص ايمانه ضعيف ومش فاهم هدف الدنيا، للاسف الشيطان بيعرف يضحك عليه ويضايقه اكتر ويخليه يحزن اكتر، ويبقى الحزن ده مش عارف يطلع منه بعد كده.
انا حاسه ان اكتر حاجه يعني فكرت فيها دلوقتي لما انت اتكلمتي في الحوار ده، ان القضيه الفلسطينيه وكده لما حصلت، انا كنت حرفيا حاسه ان انا، عارفين لو ما باليد حيله، لو انا طب انا اعمل ايه دلوقتي، يعني انا المفروض اعمل ايه، مش عارفه. وفعلا رحت سالت يارا اللي هو طب انا المفروض اعمل ايه. ففعلا الاجابه كانت اللي هو قربي من ربنا. يعني ممكن نقعد نقول اللي هو تصدقوا بقى وتبرعات ونوعي الناس ومش عارفه ايه، بس ممكن حد طبعا ما برضو يبقاش مهم ده كده وكل كده حاجة. بس ممكن حد ما يبقاش مثلا معاه فلوس، طب هيعمل ايه؟ لا، هو الفكره في ان احنا نبقى مستوعبين ان ده اللي بيحصل في فلسطين ده مثلا فتنه لينا، واحنا محتاجين علشان نعرف نواجه الفتنه دي نقرب من ربنا، ونبقى فاهمين انه اصلا ده بيحصل، يعني قربنا لربنا غير طبعا انه حاجه جميله واحنا كده بنكسب، يعني بننجح في الاختبار لينا، بس انه ده جزء اساسي من حل المشكله. احنا السبب ان احنا في المشكله دي اصلا ان الناس بعيده جدا عن الدين، واحنا بنشوف ده. يعني السبب هزيمه المسلمين في احد كان ايه؟ ان هما جريوا ورا الدنيا لثانيه، جالهم حاجه بيحبوها الغنائم ودخلوا وراها. فكرتني بالآية اللي هي بتاعت ما محمد الا رسول. لا اللي هي ثانية واحدة يا جدع. فهو اللي حصل ان هما جريوا ورا الدنيا. فده اللي احنا بنعمله دلوقتي، احنا كمسلمين كمسلمين النهارده في العالم اللي احنا فيه نجري ورا الدنيا جدا، سيبنا الدين وبعدنا. فربنا بيقول لنا ودوا لو تدهنوا فيدهنون. احنا ده فعلا احنا كومبرومايز، احنا سيبنا الدين وتنازلنا جدا. افتكرت الآية وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ايوه هي دي الايه بجد الآية دي يعني ان هم عصوا الرسول لما شافوا ما تحبون، اللي هو بقى الحاجات اللي اتزينت الغنم لهم بقى والحاجات مش دي. الغنم، الغنائم. انتوا عارفين ده الغنائم برضه ممكن نتكلم في حته ان الواحد ممكن يبتلى ويقرب من ربنا قوي، بعدين اول بقى ما الابتلاء ده يتشال نرجع بقى لا أيوة. خلاص دي انا خلاص كنت بقى هو احنا كده عرفنا الصح ايه، صح؟ في حاجات بقى غلط عايزين نقولها. اللي هو يعني طبعا ما فيش انسان معصوم، في ناس ممكن تقع بالغلط في ده. المهم ان الشخص يعرف انه غلط عشان يبدا يدرب نفسه انه ما يقعش في الغلط دي. وده من اكتر الحاجات اللي سبحان الله لقيتها في القران، كل يعني يعني كل شويه بصيغه مختلفه ربنا عز وجل يتكلم عن الفعل ده بالذات. التوبه، لا اللي هو ان الشخص ما يطلع من الابتلاء يبعد. الانتكاس. ايوه فان هو بص ربنا عز وجل بيقول ايه: واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. يعني اول ما الشخص بيخش في ابتلاء في البحر ضل من تدعون الا اياه، يعني اي حد بتدعوه غير ربنا يتشال. يعني ايه من الاخر؟ من الاخر بنقرب لربنا، سيبنا كل الحاجات اللي بنشركها بربنا. في ناس بتشرك في الدنيا اللي هو ايه، معتمده على حد تاني، بتتوكل على فلوسها، بتتوكل على شغلها، مش عارفه ايه، حاجات تانية داخله بتسارع جوه القلب مع ربنا. لما بنحصل ابتلاء اللي بيحصل خلاص بقى نقرب ربنا جدا وكل حاجه تبقى تمام ونصلي في الوقت ونصلي سنن والكلام ده كله. فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. هي دي فكره كفر النعمه، جات له النعمه وربنا نجاه بعدها فكفر. وبعد كده لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط في سورة فصلت. يعني الإنسان يقعد يدعي بالخير 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 وربنا بيديله الخير ده، بس لما يجيله الابتلاء في حاجة صعبة ما يحبهاش ما يقدرش يصبر. عارفة ايه تاني يقنط من رحمة ربنا. إيه؟ في آية برضو فكرتيني بيها: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته خير اطمأن بها وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. حرفيا الآية دي بتلخص الحلقة دي كلها. زي الآيتين بتوع سورة الفجر. هي نفس الفكرة. يعني سبحان الله احنا مش عايزين نبقى من الناس اللي بتعبد ربنا على حرف. فعشان كده يارا كانت بتتكلم في حتة شكر النعمة وكفر النعمة. احنا عايزين نبقى من الناس اللي بيشكروا النعم. ممكن نخش بقى في الايه، في التبس اند تريكس. ممكن نلخص تبس اند يعني تريكس. انا هقول خلاصه ونقول شويه نصايح. كتير قوي. انا بس عايزه حاجه اخيره، بس انه نخلي بالنا كمان ان احنا ما نبقاش جزء من الفتنه. يعني دي حاجه انا قلتها من شويه بس دي حاجه كبيره جدا، ان الشخص يبقى هو بيفتن حد. ده بيخش في حاجات كتير، بيخش في الجهر بالمعصيه. عارفين الايه اللي هي في سوره البروج اللي هي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لهم عذاب فوق العذاب علشان هم فتنوا الناس. هم مش بس هم كانوا كفار، دول بيفتنوا الناس عايزينهم يبقوا كفار برضو. يعني أصحاب الأخدود دول كانوا بيرموا الناس المؤمنين في النار عشان يسيبوا دينهم. ده في كل حاجة بقى. يعني ممكن النهاردة ناس بتشتغل في الميوزك اندستري والأغاني عشان تفتن الناس عن دينها، فيبدأوا يحطوا يدسوا كلام في النص يخلينا نتقبل حاجات معينة. حاجات كتير قوي حرام. ده فتنة كبيرة جدا. الشخص ده كده بيفتن الناس عن دينهم. وربنا عز وجل بيقول أصلا في آية اللي هي
هو ده بالظبط معناها. ربنا عز وجل بيقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يعني في ناس بتشتري ده وبتدفع يعني بتحط مجهود كبير جدا في لهو الحديث ده عشان تضل حد. ان حد بيضل حد بيفتن حد عن دينه ده ليه عذاب كبير جدا. مش عارفه انت فكرتيني بالايه اللي واحنا صغيرين كنا دايما بيقولوا لنا الفتنه اشد من القتل. انا كنت فاكره الفتنه اللي هو انت روحي تفتني على حد وكده، بس لسه قريب اكتشفت ان الفتنه دي الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها. أيوة. مش القتل، لا الفتنه اللي هي اوكي تفتني حد بمعصيه او persecution. يعني persecution اللي هو يعني بيترجموا فتنه هنا اللي هو ان انا زي اللي كان بيحصل في المسلمين وقت أيوة. قريش واستضعاف. أيوة. ان انا بعذبهم عشان يسيبوا الدين. هو ده بالظبط يعني ده من امثله الفتنه. في سوره النحل احنا بناخد اللي هو ايه ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني هيجي يوم القيامه الناس اللي بتفتن الناس دي زي ما لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق ليهم عذاب فوق العذاب. ليه هم اصلا ليهم عذابين؟ عشان في عذاب هم والسيئات الجاريه زي اللي ميرنا قالتها. يعني ليهم بقى ان هما كل حد بيعمل الحاجات الغلط دي هو هيشيل الوزر. كلمه وزر هنا يعني حمل تقيل، هو هيدفع ثمنه. فمهم قوي ان احنا ناخد بالنا ان الانسان يبقى حاسس ان هو يعني انا مش عايز ابقى جزء من الفتنه. انا مش عايز اجهر بالمعصيه، مش عايز الناس تشوفني بعمل حاجه غلط. دي الجهر بالمعصيه ده خلاص كبيره. هو انت كده بتضل ناس وبتزود الفتنه في المجتمع، فبتخلي ناس تانية تضل اكتر، فيبدا نخش من فتنه لفتنه اكبر فتنه اكبر. فاهمين الموضوع صعب جدا. يعني انا حاسه ان احنا ممكن يعني نلخص اللي احنا نخش في شويه حلول كده نلخص اللي احنا قلناه كده بسرعه ونشوف بقى هنقدر نعمل ايه علشان يعني نواجه كل ده. احنا اتكلمنا عن ايه انواع الفتن اللي احنا ممكن نتعرض لها، ايه انواع الابتلاءات، ازاي ربنا سبحانه وتعالى يعني اتكلم عن المواضيع دي في القرآن، ووجهة يعني ان احنا لو تعاملنا مع الحاجات دي من وجهة نظر دينية اكتر هنعرف ازاي نستقبل الفتن والابتلاءات دي. وازاي غير انها مش هتضل حد هي كمان مش هتضايقه. يعني ربنا عز وجل ما بيقول ان هم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم يعني ايه لا خوف ولا يحزنون؟ مش هيحصل لهم حاجه تضايقهم، لا هيتضايقوا بس هم مش هيحزنوا عشان هم فاهمين الفتنه دي ايه. زي ما قام الشهداء في غزه اللي هو معظم الناس بتعيط على الفراق، بس هم بالعكس هم دايما بيقولوا لهم يا بختكم يا بختكم. أيوة. عشان هم عارفين واثقين قوي ان دول عند ربنا بياكلوا وبيشربوا وفي درجات عاليه جدا احنا مش عارفين نتخيلها اصلا. كل ده عشان هم بيتعرضوا للوحي كل يوم. بالظبط. احنا ازاي بقى نوصل لليفل للناس اللي في فلسطين؟ يعني ازاي ايه الحاجات اللي احنا ممكن نغيرها في حياتنا اليوميه بالذات ان احنا نقدر لما يحصل لنا ابتلاء عظيم زي ده نعرف نواجهه زيهم، نعرف نبقى من الناس اللي صبروا. اهم حاجه القرآن. الشخص مش يعني وعلى فكره مهم قوي الشخص يبقى طماع. يعني احنا نقول مهم طب اقرا طب صفحه. ايوه بس انت محتاج اكتر من صفحه علشان تعرف، عشان الانسان يقدر انه يستحمل كل ده، بالذات لو الشخص في فتن كتير. يعني فتن كتيره قصدي يعني في مشاكل كتير وابتلاءات كتير. يعني اقرا قرآن كتير. يعني ازاي الانسان عنده القرآن ومش حاسس بقد ايه هو ده حل كل مشاكله في الدنيا؟ هو انا عارفه ان هي الكلام ده بقى ساوندز كأنه اللي هو يا ده كلام خيالي بقى ومش عارف ايه. هو يعني انا فعلا شخص القرآن غير حياتي، وانا كنت شخص كلنا مش بستمتع، ما كنتش بستمتع بالقرآن. فسبحان مش عايزه ان اقول لنفسي انه القرآن بس هو حل كل حاجه. هو فعلا الحل بتاع كل حاجه يعني لازم ده يبقى جزء اساسي وعندي ورد. وكمان كل ما الشخص يبقى طماع وورده يزيد كل ما هو هيبقى اقوى وحياته احلى. انا حاسه ان اكبر دليل على الحوار ده ان احنا لما نيجي يعني نقول سبب لحاجه او نعلل حاجه او نشرح حاجه دايما بنستعين بايات. يعني بنحس ان الاجابه دايما موجوده في القرآن فعلا. لو حد جه سالني عن مشكله هقول له ربنا بيقول كذا. فما فيش حاجه يعني سبحان الله القرآن كمال مفيش حاجة هتسقط منك. مثلا لما انت تيجي تقرأ القرآن هتحس ان انت كل مشاكلك القرآن بيتكلم عنها، وهتلاقي كل الحلول اللي انت عايزها، وهتلاقي ان كل حاجة موجودة بشكل واضح، مش محتاج حتى اللي هو يعني حتى لو قرينا تفسير ميسر مثلا هيبقى more than enough او كفاية قوي يعني. فبحس ان اكبر دليل ان القرآن هو الحل ان احنا لما بنيجي نتكلم او لما نسمع ناس تتكلم عن مشاكل او عن ابتلاءات او عن كده دايما بيستعينوا بايات علشان يشرحوا المواضيع وبيطمنهم وانه يبقى فاهم ان لقد خلقنا الانسان في كبد. هيفضل انسان بيعاني وفي كبد، طب ازاي اتعامل ازاي؟ كل الحلول موجوده كلها. عارفين فكرتوني بحاجه حلوه قوي. يعني اي لينكت مع نفسي كده فكره ان احنا هنا بنتعب قوي في الدنيا علشان نقدر الراحه اللي احنا نبقى فيها لما نبقى في الجنه.
فاهمين الحته دي؟ ايوه لما حد بيروح مثلا الشغل الصبح فبيشقى ويتعب، بيقعد مثلا من شفت الساعه 8 للساعه 3 4 العصر، يرجع البيت بقى بيحس بقيمه راحه البيت. هو مين اللي بيخلص شغل 3 4 العصر؟ whatever يعني 5:30 6 5:30. 7 ما اعرفش، انا ما بشتغلش، انا مش هتكلم، بس يعني ايا كان فكره ان الواحد حتى لو نزل من بيته ساعتين بس في الجو ده دلوقتي ورجع البيت هيقدر البيت. فكره ان الواحد عشان الدنيا سجن المؤمن، فانا لما اخش الجنه هقعد بقى اتكلم ياه فاكرين ده احنا ما وكل كناش ده عايشين. هيبقى كل ده هيبقى اصلا تافه قوي بالنسبه لنا. بالظبط. عارفين قصاد انتوا اللي النعيم هو اللي في الجنة يعني. اشقى حد في الدنيا بيجي بيغمس في الجنه، فربنا يقول له هل رايت يعني هل شفت حاجه وحشه قط؟ فيقول له لا والله. بيحلف العبد، بيحلف ربنا لا يا رب انا مش حاجه في الدنيا. ده ده اسوأ حد عاش الدنيا دي، اسوأ حد في الحياه. لا اسوأ، يعني اكتر حد عاش دنيا سيئه يعني. ايوه يعني ده اكتر حد عاش حياه صعبه. الدنيا بتاعته كلها كانت وحشه قوي يعني. تخيلوا بس غمسه في الجنه، اللي هو يشوف بس كل نعيم الجنه، نسيته كل حاجه. واكتر واحد منعم في الدنيا لما يتغمس في النار يا ربنا يقول له شفت نعم قبل كده؟ يقول له لا والله ما شفتش. دي الموضوع الحاجه ده- اللي الموضوع بتصبرني دي- في الدنيا، الموضوع ده بالذات في موضوع بجد- فلسطين وسوريا ولبنان أيوة. وسوريا والسودان بالذات لما بنسمع قصص مثلا الولد اللي مش عارفه حصل له ايه في السجن وبيحصل، بقعد اقول يا رب بجد انا مبسوطه ان الشخص ده توفى. يعني في ناس اللي بتموت في السجن انا بجد بحس الحمد لله يا رب بجد، يعني انا متحمسه لهم ان هم يكونوا في الجنه. الناس اللي مسجونه، الناس قصدك اللي الظلم بتتسجن، يعني؟ الناس اللي بتتسجن ظلم، اللي بتتعذب فمات مش في اي حد التعذيب. مسجون. لا الناس اللي في فلسطين اللي ماتت في التعذيب، كل اللي بفكر فيه ان ربنا بجد هم مع ربنا دلوقتي، هم في رحمه ربنا، هم في الجنه دلوقتي، يعني يا بختهم. بفكر الحمد لله ان ربنا انقذهم من دول. هو حاجه مهمه جدا 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 الدعاء. ان انا ادعي ربنا يا رب يثبتني وان انا اعرف اعدي الابتلاء بتاعي على خير. هو اصلا عايزه اقول ان الدعاء هو اللي ربنا عز وجل مستنيه مننا. يعني ربنا عز وجل مستني من بيختبرنا ليه؟ علشان يشوف احنا هندعي ازاي واعمالنا تبقى ازاي. فالعمل اساسه ان انا بدعي وبطلب من ربنا وبتضرع عليه، يعني انا بتوكل على ربنا. بالظبط، انا بقول ان ربنا هو الغني وانا الفقير، ربنا معايا كل حاجه وانا اللي محتاجه ربنا، فيا رب ساعدني استحمل وساعدني اصبر، كل الكلام ده. مستحيل حد يعملها لوحده من غير ربنا، مستحيل 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 حد يعملها من غير القرآن، حد يعملها من غير الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي، علشان احنا لوحدنا مش قد الدنيا دي ومش قد اللي بيحصل في الدنيا دي. especially بحس في الزمن ده كمان في يعني هو مفيش حد مفيش في حياته فتنة يعني، هو احنا خلاص. فحاسة انه مستحيل حد يعني يعرف يوصل للجنة من غير الدعاء والاستعانة بربنا والافتقار وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي. حاسة الاعتراف بفكرة ان احنا فقراء لله دي خطوة رقم 1. انا مش قادر يا رب اواجه او اسيب مثلا المعصية دي، انا مش قادر ابعد عن الفتنة دي، انا مش عارف اتصرف في الابتلاء ده. المهم ان الشخص ما يقنطش زي ما ربنا بيقول في الايات، اللي هو مشكلة بس هنا انه يبقى فاهم انه هو الدعاء هو الصح، والغلط انه يقول خلاص انا محتاجه او يعني يبعد عن ربنا، انه يبعد عن ربنا، فده هو دي المشكله، او انه يسخط على ربنا ليه يا رب كده. الحاجات دي لا، لازم الشخص يبقى فاهم هو ايه هدف الدعاء، وان الاجابه الصح ايه هي عشان يعملها، ويبقى عنده حسن ظن بالله. فكره اللي هو يعني ربنا في معظم الايات كان بيصبر النبي يقول ان مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا، ان هو ربنا بيجزم في الحاجه دي، اللي هو ما تقلقش يعني. وفي آية برضو اللي هي في نص آية يعني لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكرة ان انا يعني اثق في ربنا ان هو ليه حكمة. ليه الشيطان معانا في الدنيا؟ ليه ربنا سابه؟ علشان حكمة، ليه حكمة. مش لازم نبقى مدركين كل الحكم بتاعت ربنا، بس فكرة ان انا ابقى متأكدة وعندي يقين ان اي حاجة انا ببقى فيها هي خير ليا. ما اخدتش الشغل ده، الله اعلم انت لو كنت خدت الشغل ده كان ايه اللي ممكن يحصل. ربنا مثلا بعدها يديك شغل احسن منه بكتير انت ما كنتش تتوقعه. ربنا مثلا في ناس كتير قوي دلوقتي في الجامعه ومذاكره ومش عارف ايه، ممكن مثلا انت تبقى سقطت في ماده او كده، انت ما تبقاش عارف ان انت لو كنت نجحت فيها او ايا كان الابتلاء او الصعوبه اللي انت بتمر بيها، ربنا بيعوض يعني. ربنا بيعوض في اضعاف ما نتخيل. فعشان كده ولو ما عوضش في الدنيا بحس ان الواحد دايما بيبقى عايز العوض دلوقتي في الدنيا. هو لا، هو احنا ممكن
اللي عوضنا يبقى في الجنة، ممكن ده يبقى أجر لينا في الآخرة. يعني مش شرط إن أنا علشان عانيت بكمية معينة يبقى ربنا هيديني نعم بكمية معينة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الواحد ممكن يصبر على مشكلة واحدة ويلاقي إن في الآخرة إحنا أصلا ما نعرفش إيه الجزاء من كتر ما هو كبير، إحنا مش مستوعبين أو ربنا ما قالناش الجزاء يعني جزاء الشخص ده إيه. ربنا ما حطلوش ليميتس بغير حساب. يعني ربنا أصلا عز وجل بيقول في سورة يوسف هي كلها ابتلاءات زي ما كانت ميرنا بتقول ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. إن هو أجر الآخرة هو الأكتر حاجة خير. وإنه أصلا حتى في الدنيا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم من الدنيا حسنة. يعني هيجي لهم خير بعد كده في الدنيا، زي ما منى كانت بتقول ممكن شغل ما يجيليش ربنا يديني خير تاني. ومش بس كده زي ما سارة بتقول يبقى في الآخرة كمان والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. في دعاء مهم قوي قوي حلو قوي في الحتة دي، اللي هو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكرة إن الشخص مش معصوم. أيوة بالظبط، إن هو يا رب عيني إن أنا قلبي يعني ما يبعدش عنك يا رب. ربنا لا تزغ قلوبنا عشان ربنا يعيننا بقى على الدنيا دي. هو عامة في آيتين حلوين قوي عايزة أختم بيهم. أول واحدة اللي هي في سورة الأنبياء اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني أنا حاسة إن الآية دي فعلا بتلخص الحلقة دي كلها. يعني إحنا في الأول وفي الآخر إحنا عايشين حياة temporary اللي هو حياة مؤقتة وكلنا هنموت. ففي الحياة دي في الحياة المؤقتة دي في فتن بالشر وبالخير وفي الآخر هنرجع لربنا. والآية التانية اللي هي في سورة آل عمران اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآية دي بجد أنا حاسة إن دي من أكتر الآيات اللي أنا بحبها. بتربط لنا كل الحلقات. وإن شاء الله كلنا نبقى فعلا يعني نبقى من الناس اللي بتصبر على الابتلاءات وعلى النعم وبتشكر النعم وهكذا. فزي ما قلنا نستعين بالدعاء ونستعين بالصلاة وبالقرآن. وإن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة حلوة قوي. دي أكتر حلقة أنا متحمسة ليها. احنا متحمسين جدا. الحلقة الجاية هتبقى عن الصحبة إن شاء الله، عشان الصحبة هي الحاجة اللي بتساعدنا نعدي الفتن والابتلاءات، وإن شاء الله نبقى هي سبب إن احنا ندخل الجنة. فهتربط حاجات كتير قوي برضو ببعض. فبس كده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.